السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض وصفة كده تحفة. كل سنة وانتم طيبين. نعمل بقى تنوعات بتاعة العيد بتاعتنا. النهارده هنعمل اللحمة البستكة بطريقة خطيرة. استخدمت قطعة لحمة كمان حلوة قوي. استخدمت قطعة من الريب اي، دي بتبقى حلوة جدا في تسوية اللحمة البستكة. او تقدري تستخدمي الفيورنتينا اللي هي بتبقى معاها كمان قطعة الفيليتو جنبها، او الفيليتو لوحده بيبقى في الشوي خطير. يعني قطعة اللحمة بتبقى دايبة كده وتحفة وخطيرة. تمام. النهارده احنا استخدمنا قطعة الريب اي تحفة جدا، والقطع اللي فيها الدهون الملصقة كده باللحم بتبقى فظيعة تحفة وخطيرة. انا بحبها بنكوتا. لو بتحبيها ميديم هقولك تسويها ازاي، بس انا بحبها ويل دان. وهقولك طريقة تسوية سهلة جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص ولا مجهود. اهم حاجة قطعة اللحمة بتاعتنا تكون كده متظبطة. هنتبلها بالملح والفلفل ونشوف مع بعض كده ايه الطريقة الخطيرة. وعملت جنبها بطاطا الفرنو. وشايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا بقى نشوف المقادير. اول حاجه قطعه اللحمه زي ما بقولك هي دي اسمها ريب اي، او بالايطالي اسمها كوستاتا. لما بيبقى فيها قطعه الفيليتو اللي ملصقه بالحته اللي هي عند العظمه الكورفه دي بتبقى اسمها الفيليتو، بتبقى كلها على بعضها اسمها فيورنتينا. انا جبتها اللي هي قطعه الكوستاتا. طيب لو هي كمان انا عايزه اشوي بس الفيليتو بتبقى تحفه جدا برضو في البستيكه. او لو قطعه كامله وكمان معاها حته الفيليتو بتبقى اسمها فيورنتينا برضو، بتبقى تحفه. هتعمليها بنفس الطريقه اللي انا عاملاها بالظبط، عشان بتبقى قطعه كبيره وبتحتاج انها تستوي. لو انت بتحبي التسويه ويل دان، مش بتحبيها ميديوم. تمام. لان في ناس كتير هنا بيحبوها مجرد ما بيتبلوها بملح وفلفل وينزلوا يعملوا لها كده صدمه. انا عملت الجريلا سخنه جدا، بيعملوا لها صدمه بس وخلاص على كده تستوى من الوش ومن الظهر، وكل قطع الدهون دي بتبقى دابت كده في بعضها، وبتبقى من جوه طبعا فيها السانجوي او لسه فيها الدم. فهم بيحبوها بالطريقه دي، بيحبوها ميتزا كوتورة. لكن احنا بنحبها تسويه كامله. طيب هنسويها تسويه كامله يا اما على الجريلا برضو، يا اما هقولك تعمليها ازاي زي ما انا ما هعملها كده. لو انت عايزه تسويه كامله على الجريلا، الاول حاجه احنا دلوقتي عملنا قطعتين وهنعمل القطعتين التانيين بنفس الطريقه. هي متبلين بملح وفلفل، سبتهم في التتبيله نص ساعه واشتغلت فيهم على طول. القطعه اللي في النص دي الدهون دي هي اللي بتساعد على ان قطعه اللحمه تستوى كويس جدا. وكل ما القطعه اقتربت من الحته اللي هي فيها الدهون كل ما كانت طريه جدا وطعمها كده جوسي وخطير حلو. انا عملت كده هنا على الجريلا من على الوش وعلى الظهر زي ما انتم شايفين كده، اخدت اللون بتاعي الخطير. طب لو انا عايزه بقى اكمل تسويتها على الجريلا، هحط قطعه الزبده والروزمارين وفصين الثوم، وافضل اخد من الزبده واحط عليها. بس مش هتبقى التسويه برده 100%، عايزه تاخد وقت شويه. وعايزين بقى ايه نتابعها انها من جوه تكون خلاص ما فيهاش اي سانجو، تبقى بين كوتا يعني استوت كويس جدا. طب انا عشان اتفادى اي حاجه من الحاجات دي وعايزه اسهل على نفسي، هحطها في صينيه كده وادخلها الفرن. بس هحط على كل قطعه زبده محترمه كده كبيره، يعني هديها كده ايه تشويحه بالزبده كده بايديا الاول. قطعه الزبده مشيها على قطعه اللحمه، وهحط روزمارين وحته توم او نص فص توم على كل واحده وادخلها الفرن. الفرن يكون سخن جدا مسبقا، يعني سخن قوي على الماسيمو. وبعدين عملته على 180، سبتها في الفرن حوالي من تلت ساعه لنص ساعه على حسب ما تختبريها وتلاقيها استوت معاكي وبقت من جوه مستويه جدا. طلعت تحفه زي ما انتم شايفين، شكلها خطير. لو شفتي الفيديو للنقطه دي ما تنسيش تذكري اللي وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. اللحمه بتاعتي بصي خطيره ازاي، الانسجه بتاعتها بقى استوت ومن جوه ومن بره تحفه جدا. هقطع لكم حته عشان عايزه اوريكم قد ايه من جوه ما فيهاش ولا سانج ولا اي حاجه. انا كنت عايزه اقطع لكم كمان حته من النص. بصي تحفه ازاي هنا كده خلاص. بصي اللون ده يعني هي كده بين كوتا، يعني استوت كويس جدا، يعني بقت ويل دان. طيب لو انا عايزاها بقى زي ما قلت لك ميتزا كوتوره، زي ما قلت لك برده